بزاف د المرات كنظنوا باللي بيبان الرزق تسدات في وجهنا، وباللي المعاناة اللي كنعيشوها اليوم هي النهاية. ولكن في الحقيقة هذيك المعاناة كتكون غير بحال هذاك المخاض الصعيب اللي كيولد لينا حياة جديدة كاملة نجاح وعوض. كما كيقول الله سبحانه وتعالى: إن بعد العسر يسرا. كنت ديما كنسمع باللي اللي عنده النية واليقين في الله عمر ربي غادي يخيبو. والقصة ديال اليوم غتثبت لكم هاد الهضرة. معاكم فتيحة، قبل ما نبداو خذوا كاس اتاي ولا قهوة وعيشوا معايا قصة خديجة. كتعاود لينا صاحبة القصة وكتقول: سميتي خديجة، كبرت في الثمانينات في واحد من أفقر الأحياء الشعبية. كنا عايشين في بيت واحد مشروك، السقف ديالو د القصدير، لدرجة في الصيف كنا كلنا كنتشواو بالصهد، وفي الشتا كيبات الماء كيقطر علينا. با مسكين ما كانش شي موظف وما كانش قاري، كان كيخدم بالنهار. النهار اللي كيلقى ما يخدم كيجيب لينا باكيات اتاي والخبز، والنهار اللي ما كاين والو كنا كنتعشاو بالخبز والماء حرفيا. دازو الايام والشهور والسنوات، وصلت للثالثه اعدادي، تما فين با مسكين غادي يمرض وما غيبقاش يقدر ينوض من الفراش. تما لقيت راسي قدام خيار واحد وصعيب بزاف. كان خاصني نحبس قرايتي اللي كنت كنموت عليها ونخرج باش نخدم، باش نلقاو ما ناكلو. كان كيبقى فيا الحال بزاف فاش كنشوف البنات ديال الجيل ديالي غاديين للمدرسة هازين المحافظ ديالهم، وانا غادا هازه خنشه ديال الثوب غاديه للموقف ديال المعامل. خدمت في المعامل ديال الخياطة وانا مازال بنت صغيرة. كنت كنوقف ساعات طويلة على رجليا، صباعي طابو بالبرد والماكينة. والمشرفين تما كانوا الله يسمح ليهم كيتعاملوا معنا بواحد القسوة وبواحد الجفاء، بحال جايين كنسعاوهم، حنا راه خدامين بعرق كتافنا. الصالير ديالي كان قليل بزاف. دازو الايام والشهور والسنوات، حتى جا داك النهار اللي غيتبدل فيه كلشي، اللي غيموت فيه با مسكين. مات وهو شاد في يديا ودموعو كيهبطوا، وقال لي جملة وحدة عمري نسيتها. شاف فيا وقال لي: خديجة بنتي، ما نحتاجش نوصيك، نيتك زوينة، ربي غادي يفتح لك بيبان ما كتحلميش بيها. من ورا الموت ديال با حسيت بلي ما بقى لي والو نخسرو، وبلي انا اللي وليت مسؤولة على ديك العائلة بحكم انني كنت الكبيرة. دازو الايام، واحد النهار كنت غادا الخدمة وتلاقيت مع العيالات في الحومة، بقينا كنهضروا وشفتهم كيفاش كيدويو على العشوب والزيوت الطبيعية، وباللي كلهم كيستعملوهم كل نهار، وكيقلبوا على شي حاجة اللي تكون طبيعية وتكون كاليتي ديالها مزيانة. تما فين تفكرت الوالدة ديالي اللي كتصاوبهم في الدار بيديها، بحال زيت أركان، زيت اللوز، ودوك الخلطات ديال الحمام المغربي. الوالدة كانت كتصرعهم حيت كانت العائلة ديالها كاملة كيخدموا هاد الزيوت، ورثات السر من جدودها حيت الوالدة ديالي كانت سوسية. تما فين طاحت عليا واحد الفكرة. فاش رجعت من الخدمة مشيت كنجري عند الوالدة وقلت ليها: غادي نجمعوا داكشي اللي بقى لينا وغنصاوبوا هاد الزيوت وغنديروهم في قريعات صغار ونبداو نبيعوهم. شافت فيا وقالت لي: نحاولوا، علاش لا. بدينا كنصاوبوا دوك الزيوت، بدينا غير ب200 درهم. شرينا قريعات الدساج صغار من واحد الجمعية، والوالدة ديالي بدات كتصاوب الزيت، وانا كنت كنخرج في الويكاند من ورا الخدمة ديالي وكنت كنفرشهم في السوق في الارض. كنت كندي معايا واحد السيف كنحطو وكنحط دوك القريعات كنفرشهم في السوق، دوك الاسواق الشعبيه اللي حدا الحمام د العيالات. ما نكذبش عليكم، كانت جاتني صعيبه بزاف، وكنت كنحشم انني يدوز شي واحد كيعرفني ويلقاني كنفرش وكنبيع الزيوت في الارض. ولكن طرف الخبز صعيب بزاف، ما كان عندي ما ندير. كنت كنقول لراسي: شوفي قدامك خديجة، هاد الخدمة ما فيهاش الحشمة، حيت ما كنديرش شي حاجة اللي عيب وحرام. هاد الخدمة حلال، وتحية خاصة للناس اللي كيتقاتلوا
باش يجيبو طرفة الخبز حلال. الحمد لله العيالات اللي كانوا كيشريو عندي كانوا كيعجبوهم الزيوت بزاف، وكيرجعوا كيعاودوا يرجعوا، حتى وليت معروفة تما، ولاو كيتبعوا ليا دوك الزيوت في وقت قليل بزاف الحمد لله. ولينا كنتحركوا أنا والوالدة ديالي، كنت كل مرة بعنا شي حاجة كناخدو دوك الفلوس كنحيدو منهم شوية وكنعاودو نستثمروا فيهم وكنعاودو نقادو زيوت أخرين وكنبيعوهم. هكذا كانت البداية ديالي، وربي جاب التيسير، جمعت البركة ديال الفلوس وكريت واحد الحانوت صغير بزاف. أول حاجة درتها خرجت من المعمل، مبقيتش كنمشي ورجعت كنسهر حتى 3 ديال الصباح كنقاد السلعة بيديا أنا والوالدة ديالي وعينينا عياو بالعيا. كنا كنحلو عينينا غا بزاز، كنا كنوقفو غير بزاز بالعيا وتمارة، وبديت كنزوق أنا دوك القريعات وندير ليهم سمية زوينة وكنلعب شوية على الديزاين. دازو الأيام والحانوت الصغير مبقاش كافيني حيت كان كيعمر بزاف بالكليان، وحتى السلعة ديالي تطورنا فيها أنا والوالدة ومبقيناش بداكشي اللي بدينا فيه بالأول. بديت كنفكر ندير تعاونية نسوية ديالي. جاتني الفكرة في الأول صعيبة بزاف وغير قابلة للتنفيذ، ولكن مع ذلك قلت نبدا وما عندي ما نخسر. بدينا أنا والأم ديالي وجبنا 2 عيالات كنعرفوهم في الحومة وخدمناهم معنا، وهنا انطلقت التعاونية ديالي أنا والوالدة ونجحات الحمد لله وبدات كتدخل علينا شوية د البركة. واحد النهار كان واحد المعرض في المدينة ديالي، مشيت ديت الزيوت ديالي وشاركت في المعرض. من بين لي كليان اللي جاو عندي كانت واحد المرأة اللي جات وبقات كتشوف الزيوت ديالي بواحد الطريقة اللي بواحد اهتمام اللي كبير بزاف، بقات كتسولني وكتدخل معايا في التفاصيل، كنت حاسة بها في المجال، كتعرف هادشي ديال الزيوت وكل شيء. شرحت ليها الخدمة ديالي وعجبتها الجودة بزاف، تما فين عرفتني على راسها وقالت لي بلي انا مستثمرة وجات من فرنسا، واقترحت عليا انني ندير معاها كونطرا ونبقى نصيفط ليها الزيوت ديالي فرنسا. تما حسيت بواحد الفرحة اللي كبيرة بزاف، ورجعت للدار فرحت معايا الوالدة ديالي وحمدت الله وشكرته وتوكلت على الله وبديت، والحمد لله ربي جاب التيسير. دابا وانا كنعاود لكم، خديجة بنت لبيد القصدير رجعت صاحبة شركة كبرى مستحضرات التجميل الطبيعية المغربية. درت الشركة ديالي والحمد لله نجحت ليا بزاف، والمنتوجات ديالي دابا كتباع في فرنسا في الخليج وميريكان، ومحركة معايا أكثر من 50 مرة وبنت كياكلوا منها طرفة الخبز بالحلال، والوالدة ديالي دابا عايشة معايا في فيلا ديالي معززة مكرمة. الناس دابا كيشوفوا خديجة سيدة الأعمال الكبيرة، كيشوفوا الماركة ديالي والنجاح والسفر، ولكن أنا وانتوما دابا بوحدنا اللي عرفنا بلي هادشي كامل تولد من الصهد ديال داك السقف د القصدير، ومن الدموع ديال الليالي اللي كبيرة بزاف، وخصوصا ليلة ديال الموت ديال بابا الله يرحمه. الى هنا كتسالي القصة ديال خديجة. شاركوا معايا في التعليقات واش كتعرفوا شي مرة مغربية قاومات الظروف ونجحات بحال خديجة، وما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي فاتحة باش تسافروا معايا في قصة أخرى كلها عبر. واللي بغى يشارك معنا القصة ديالو يتواصل معايا في انستغرام، وما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم على القصة وشنو نوعية القصص اللي بغيتو تشوفوها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.